السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة أهالي شبرا الخيمة الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين. السادة أهالي بهتيم، كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. عيد سعيد علينا وعليكم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا الحمد لله صلاة العيد رجعت مكانها الطبيعي تاني. نادي بهتيم، وهو ده العيد بالنسبة لنا، وده أكتر خبر مفرحنا. عشان كده حابين نشكر كل من ساهم في هذا القرار وعودة الصلاة للنادي تاني وأدخل على قلوبنا السرور. جعل الله ذلك في ميزان حسناته إن شاء الله. الموضوع التاني إن دي أول صلاة عيد من بعد فترة، فكلنا متشوقين ومتعطشين لصلاة العيد. عشان كده هيحصل تكدس بكرة في صلاة العيد والموضوع هيبقى رخم شوية. فعشان كده احنا طالعين عشان نخرج بأحسن صلاة عيد ونبقى منظمين وكلنا خارجين مبسوطين إن شاء الله. فهي عملية تنظيمية حفاظا على إخواتنا البنات والسيدات وولادنا الصغيرين. احنا عندنا في النادي زي ما حضراتكم عارفين 3 بوابات. البوابة الرئيسية اللي في شارع معهد دكتور فؤاد محي الدين. البوابة التانية اللي موجودة في شارع مسجد عمر بن الخطاب. البوابة التالتة اللي موجودة في شارع مسجد علي التوري اللي هي جنب قهوة المعلم نصر عبد الباقي. ادي ال3 مداخل بتوع النادي. احنا هنخصص منهم 1 للسيدات و2 للرجال. المخصص للسيدات، البوابة المخصصة للسيدات هي اللي في شارع مسجد عمر بن الخطاب اللي هي بتدخل على الملاعب الخماسية. تمام. بقية البوابات او البوابتين التانيين دول مخصصين للرجال. احنا من جوه النادي عشان بس نبقى متفقين من دلوقتي، احنا هنفصل من عند قاعات الافراح والكافيتيريا، هنبقى حاطين فاصل كده ما بين السيدات وما بين الرجال. فحضرتك لو جايه وداخله من الشارع من البوابه الرئيسيه، هتلاقي الموضوع صعب. تدخلي النادي هتلاقي المكان مقفول، هتضطري تلف وترجعي تاني. فمنعا للاحتكاك ومنعا للمشاكل، احنا خصصنا البوابه بتاعتكم المخصصه ليكم بس. ده الجزء الاولاني، وان شاء الله كلنا نلتزم بيه. وده مش هيتم من خلال فرد ولا 2 ولا 3، لا، هي مشاركه مجتمعيه، وكلنا نبقى موجودين وكلنا نبدا نحافظ على اخواتنا وكلنا نوجه بعض. يا جماعه السيدات من هنا والرجال من هنا، والموضوع ان شاء الله يخرج بشكل كويس وبشكل منظم. دي اول حاجه. في عندنا مشكله تانية، حضرتك بعد الصلاه ان شاء الله لما تخلص وتخرج هتمشي في الشارع بتاع نادي بهتيم اللي هو قدام السور بتاع المحلات. هتلاقي فيه جزء بيتعمل بنيه تحتيه الدوله بتقوم بيه في اخر شارع النادي اللي هو قدام المحلات بتاعت سور النادي بالظبط، اللي هو من عند محمد الحلاق كده، محمد صغير وعند عم رفعت الغيطاني والمحلات دي. هتلاقي الشارع صغير قوي يا دوب، يعني الشغل عشان كتير قوي هناك، فيا دوب بتعدي واحد بس بالعافيه على رجليه. فحضرتك منعا للاحتكاك بالنسبه للناس اللي عايزه توصل مثلا عند مستشفى الحميات او مسجد السعداني او مسجد سلامه جامع سلامه، حضرتك بتدخل من المساكن اللي هي جنب معهد فؤاد محي الدين، وتقوم جاي داخل على شارع النادي ومكمل على شارع جامع سلامه وتوصل للمكان بتاعك. ويا ريت اخواتنا السيدات يلتزموا بده حفاظا عليهم، يعني احنا بنعمل كده حفاظا عليهم، بنوجههم حفاظا عليهم. خلاص، بقيه المداخل وبقيه المخارج كلها متظبطه، يعني ان شاء الله مش هيبقى في اي مشاكل. هو ده الجزء بس اللي فيه مشكله. ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا وعليكم يا رب، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وفي انتظاركم ابواب النادي مفتوحه ليكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.